السلام عليكم حبايبي اصدقائي، اهلا وسهلا بيكم. طبعا لا شك ان نادي الزمالك نادي عريق بالرغم ان انا اهلاوي، ولكن نادي الزمالك مليء بالاساطير، مليء بالعظماء، مليء بلاعيبه كبيره قوي 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 عملت اسم داخل نادي الزمالك والزمالك عمل لهم الاسم برضه. انا عايز اقول رساله لاخويا، وانا اسف ان انا بقول اخويا، الكابتن خالد الغندور، وكان لاعب كويس جدا وكان يعني طبعا كابتن تاريخي. عايز ابلغه رساله مهمه جدا، ان نادي الزمالك نادي كبير، ما ينفعش واحد اعلامي يطلع كل شويه يقطع في نادي كبير زي النادي الاهلي ويقلل من شأن لاعبي واساطير ورموز النادي الاهلي. ما ينفعش، ولا ينفع واحد من النادي الاهلي يطلع يقلل من رموز واساطير نادي الزمالك. اخلاقك كاعلامي واسلوبك الراقي كاعلامي هو اللي يوصلك للنجاح ويوصلك لقلوب الناس، مش اهانه الناس ومحاربه نادي عظيم زي النادي الاهلي هو اللي هيوصلك لقلوب الناس. ممكن توصل لقله من قلوب الناس اللي مش نظيفة، اللي عايزة مشاكل واللي عايزة ضغينة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، الناديين الكبار اللي هم يعتبروا أحسن أو أكبر ناديين في أفريقيا. أخلاقك هي اللي توصلك للأهلاوي والزملكاوي والاتحداوي، توصلك لأي حد. قل شوية من أهانتك للنادي الأهلي، اللي شوية من اهانتك لرموز النادي الاهلي، اللي شوية من الاخبار الكاذبة اللي مش موجودة في الساحة الرياضية. اللي انا عايز اقوله ان عشان نرتقي يا كابتن خالد، وعشان يرجع فيه صفاء وحب وتواصل بين الناديين والجماهير، معلش انا متأسف جدا، لابد اللي زيك يبطل اعلام، لازم تبطل. وغيرك كتير من نادي الزمالك، ولكن انت مزودها شويه. وطبعا ظهر ميدو في الفتره الاخيره برضو في تغيير الحقائق، بعد ما كان في اهانات كل يوم بينه وبين شخص ما، النهارده اصبح هو كل ما هو المتحدث الرسمي بالنسبه له. بعدها عليك تاني، رقيك في إلقاء المعلومة أو ظهورك كإعلامي مهذب خلوق، ما بتقولش غير الحقيقة، بتبعد عن إهانة الناس والأكاذيب، هتبقى أحسن من كده بكتير قوي. بس على فكرة، مهما تقول على النادي الأهلي هو هيفضل النادي الأهلي، فما تقللش من شأنك عند جماهير النادي الأهلي، ما تقللش من شأنك عند النادي الأهلي. انت شايف كل يوم توانسه بيطلعوا يتكلموا ازاي عن الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب وعن رموز الاهلي وعن مدى قيمه ومبادئ النادي الاهلي، وفي الجزائر، في الامارات، في دبي، في الكويت، في كل الدول العربيه. انت شايف مقابله مسؤولي نادي الرجاء للنادي الاهلي. ارجوك، انا واحد من الناس، وناس كتير قوي اهلاويه بتحب نادي الزمالك، ناس كتير قوي اهلاويه بتتمنى نادي الزمالك يرجع للعهد السابق، دكتور كمال درويش والمستشار جلال زموره، الناس كلها كانت النادي كان عامل لهم قيمه، ولكن هم كانوا عاملين قيمه لنادي الزمالك كرؤساء انديه، ولكن النادي الزمالك مش محتاج حد يعمل له قيمه. عارفين لابد انك تقعد ما بينك وبين نفسك وتحاسب نفسك. كل من حولك عارف قيمة النادي الاهلي وعارف مبادئ النادي الاهلي، اللي انت كل شوية تقول فين المبادئ. مفيش اخطر من انك طلعت تسأل الاعلاميين الصحفيين في قناة الزمالك وتقول لهم مين الاسطورة وتتمرجح. يا راجل حرام عليك. ما وجه المقارنة بين الكابتن محمود الخطيب واي لاعب تاني، او الكابتن ابو تريكة او وليد صلاح الدين او طاهر ابو زيد؟ عموما